اخواتي السلام عليكم. اخباركم ايه؟ مساء الخير على اخواتنا، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاع دلوقتي ده تجميع الخمس اجزاء اللي انا عاملهم، عشان في ناس بتشوف الفيديو بتقول ده الفيديو ده مشابه احنا شفناه وتقلب. لا، اقرا العنوان وانت تفهم. انا عامل 5 عناوين، 5 اجزاء. كل فيديو المقدمة زي التانية، ال5 زي بعض، بس لازم المقدمة دي. أنا بمنتج الفيديوهات هنا، بعمل مونتاج للفيديوهات بتاعتي، وهو الإدارة الحمد لله مبسوطة مني. ما أنا الفيديو النهاردة ده بخصوص في 5 أخبار حلوين ليكم وليا. ده بسبب الخير اللي احنا بنعمله بنلاقيه، عشان الحقودين دول يتبطوا شوية. ربنا رب قلوب، رب قلوب، ربنا ده رب قلوب. السؤال، الحاجة الأولانية بقى، الفرحة الأولانية. احنا قلنا قبل كده في فيديو إن المهندس بيعمل خصم للعامل، سواء العامل أو المعلم، بياخد منه تلت المرتب بخصوص السكن، إن هو السكن هنا يعني. فأنا بقول لك إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له عايزين، عمال كل شويه يقول لي فين العمال، فين العمال. كل شويه بيجي ايه، 4 2 3 كده ماشيه بالراحه. قلت له عايزها تجري؟ قال لي اه. قلت له طب انا عندي فكره حلوه ليك، توافقني عليها؟ بص، هو على فكره صاحبي، يعني بنقعد نضحك ونهزر، ورحت البيت عنده وبنخرج نتفسح سوا كل يوم والدنيا جميله معانا. ف وفي خبر برضه هقول لكم عليه بس في اخر الفيديو. المهم بكلمه بقى بخصوص ايه؟ ان هنا تلت المبلغ اللي بيتخصم من اجر العامل كل يوم، لا احنا نعمل ايجار لكل فرد في السكن. يعني مثلا الغرفة فيها 5 سراير، كل سرير دورين، يبقى كده الأوضة فيها كام راجل؟ فيها 10. طيب في 5 أوض ب50 راجل. طيب يبقى ليه هاخد الايجار ده كله؟ ليه هاخد الخصم ده كله؟ علشان خاطر اوضه. طب ما اسهل لهم يسكنوا بره. انا بكلمه كده، انا بقول له ان احنا بقى اصحاب يعني وبتاع، وبعدين الراي ما عجبكش برضه ما تاخدش بيه، بس ده رايي الشخصي. وهجيب لك بدل ما اجيب لك 4 كل يوم ولا 3، لا هجيب لك 50 و60 و70. وقد كان الحمد لله. شاف هو المسج، التليفون مش مبطل عمال يهنج. المهم جه، طب انت عايز ايه؟ قلت له عاوز نعمل ايجار لكل فرد، لكل فرد. نشوف الاوضه ديت ايجارها كام هنا في البلد، ماشي في كام في البلد، وال10 يتجمعوا في ايجار الاوضه دي، والحمام والمطبخ كده كده مشترك. ايه رايك في الحته دي؟ تزعل حد؟ قال لي نو، اوكي ماشي. ادي كده نقطه ايه، عديناها. يبقى كده دي مصلحة ليكم. يعني انا بس مثلا يعني بالفطرة كده، انتوا عارفيني بقى، انا ما بتكلمش معاكم، احنا شكل بعضينا. انا دلوقتي اشتغلت 30 يوم، لما يخصم مني تلت المرتب على مدار شهر 30 يوم، يبقى انا اشتغلت كام يوم؟ انا في الاساس في الاصل اشتغلت 30 يوم، لكن هو بياخد مني كام يوم من ال 30 يوم؟ بياخد 10 ايام. طيب ما انا بشغل يوم ادفع ايجار الاوضه، ايجار السكن. يبقى انا كده وفرت لنفسي 9 ايام. يبقى انا بدل ما كنت باخد قبض 20 يوم بقيت اخد 29 يوم. هما مش كده، هما 26 يوم. انت ليك يوم الاحد اجازه رسمي، البلد هنا كله بيبقى مقفل. يوم الاحد ده للفسحه. كل المدينه، كل الدوله دي بتخرج الشارع، بيخشوا الجناين. يخش على فكره هنا الجناين دي في كل مكان، يعني تخرج هنا في الجنينه، تخرج من بيتك من الجنينه تخرج للجنينه. واخدين بالكم من حاجه كده؟ فده خبر حلو ليكم، وانا حبيت اشارككم معايا بيه. للناس اللي طلعوا التاشيرات والناس اللي جم هيتنفذ عليهم الموضوع، والناس اللي حجزت هيتنفذ عليهم الموضوع، والناس اللي لسه انا بجري في ورقها وبخلصهم، اللي في سيفيهات كتير معايا، والحمد لله الباشمهندس بياخد وبيخلص اوام اوام. واي حد بيقع في مشكله هنا، يعني اللي اتمسك في الاسم راح طلعه، ساب الهندي وراجل هندي وراجل مصري اتخانقوا مع بعض، راح طلع المصري وساب الهندي. بيقول لي مصر الله، يقعد كل شويه يقول لي مصر الله. بحب المصريين جدا، واحنا برضه عايزين نبقى عند حسن ظن بينا، يعني ايه، طالما الراجل بيحترمنا. يعني كان في واد من رشيد هنا عامل موقف مش كويس،
خلى راجل هندي مش موجود فتح الحقيبه بتاعته وخد الشاحن بتاع الموبايل من غير ما يقول له، وخد وشحن التليفون وقام حاطه في شنطته هو مش في شنطه الهندي. فجه الراجل الهندي بيسال على الشاحن ما لهوش، فقام مبلغني. مبلغ مين؟ مبلغ الباشمهندس. باشمهندس الامر بيقول واحد اتنين تلاته. فجاء قال خلاص نفتش الحقائب. انا لسه جاي ما بقاليش يومين في الوقت ده. قمت انا قايم اول واحد، قمت فاتح بعمل يقول لي نو وانا اقول له يس، افتح وفتح وطلعت الهدوم من الشنطه. ما انا كده كده هطلع الهدوم بقى، انا هسيبها في الشنطه. المهم ايه، طلع الشاحن من عند الراجل الرشيدي. الواد ده بقى بيحكي لي امه باعت الجاموسه ب 65,000 عشان تسفره، وحولت له بقيه الفلوس. السفاره بتاعته كلفت حوالي 40 او 35، وغير الباقي دولارات علشان يجي بيهم هنا يعيش بقى ويعدي من المطار. من المطار هيقول له فين الدولارات؟ انت رايح سياحه ازاي وانت ما معكش دولارات؟ فلازم يبقى في جيبه دولارات. فهو بالتالي راحت فلوسها بقى كده يا صابر وترحل على بلده. وده وجهه غير مشرفه لنا بالمره. وانا ما انصحش لاي حد، كلكم بتشوفوا الفيديو اهو، ما انصحش لاي حد يعمل حاجه زي كده لانه هيتبهدل اخر بهدله ترحيله. ما بقى بصوا، انا عايزين بما يرضي الله، انا ماشي بما يرضي الله وربنا كرمني. ادي ده الخبر الاول. نخش على الخبر التاني. الخبر التاني بقى لاخوكم، زي ما بحب الخير لاخيك كما تحب لنفسك. يعني انتوا برضو زي ما انا بحب لكم الخير انتوا تفرحوا معايا، فانا بشارككم معايا الفرحه. الباشمهندس لما لقى التليفون كل شويه ترن ترن ورسايل ومسجات وكومنتات ودنيا خربانه، وناس بقى حبايبي بقى قوي قوي واصحابي من طوخ ومن كفر منصور بيتصلوا بيا، ما اظنش اروح عمال اكنسل عشان بسجل. مش هينفع ان انا ارد اثناء التسجيل لان الراجل التاني من دوله تانيه فبنكلمه عشان يترجم اللغه، فما ينفعش. فلقيته بقى بعد الفيديو اللي نشرته، اول فيديو، اول الجزء الخامس، جبت من الاخر. يعني المفروض بنشر الجزء الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، لا انا جبت من الخامس للرابع ما هو الترتيب كده اصلا في الفيديوهات، يعني الترتيب من الاول للخامس. فبتيجي بقى معاك ما بتيجي ترفع بيجي لك 5 4 3 2 1 بتيجي، فاهم انت حاجه؟ فانا بكتب العنوان بتاع كل فيديو، الجزء الكام، السؤال الاول ايه، السؤال الثاني مهنه ايه، السؤال الرابع مهنه ايه، وهكذا والخ. الراجل انبسط بشغلي وانبهر وقاعد جنبي يجي 3 ساعات عمال يتفرج عليا. هو مع انه هو ارميني وانا بكتب بالعربي، بس هو بيشوف طريقه يعني بعمل مونتاج للفيديو. في حتت بقصها، في اللي هي بتبقى ما فيهاش كلام، او تليفون وقع اثناء التصوير، او كوبايه شاي اتدلقت، او سجاره مش عايز يطلع منظر وحش، مثلا واحده معديه اللي هي بتخدم في البيت هنا، ست محترمه معانا في البيت هنا، بتخدم في البيت بالنسبه للنظافه ونظافه البيت والغسيل الملايات وكيس المخدات والى اخره، شغاله كده، والاوضه بتاعتها اللي جنبنا دي مباشره. المهم شاف كده، قال لي لقيته بقى بيترجم لي على الابليكيشن اللي هو بيترجم من ارميني لعربي. قال لي انت في لابتوب هيجي لك بكره هديه. ده الخبر فرحني جدا. فقمت قايم واخده بالحضن وبايسه. جه قال لي مش بس كده، وبقول له امال ايه تاني؟ ايه تاني يعني اكتر من كده؟ ايه انا عايز ايه تاني؟ قال لي سياره متخصصه لطريق الجبال، ان انت هتمشي في الموقع بيها، وهجري لك في اوراق الترخيص، ومبدئيا هيجي لك سواق يسوق لك السياره للموقع عشان تصور براحتك وترجع براحتك. انت بقيت معانا رسمي واقامتك رسمي. وعلى فكره انا امبارح اتغديت معاه في البيت، وكان في خبر حلو بس ما رضيتش اعلنه، ودلوقتي بقى هعلنه عشان يبقى الفرحه ايه، تفرحوا معانا. هم 5 افراح، 5 افراح كده 3. الخبر الرابع، الباشمهندس متجوز ارمينيه، ست محترمه. على فكره هو مش ارميني، هو بيجيد اللغه الارمينيه لكنه مش ارميني، هو هولندي من هولندا، وعايش هنا بقاله 21 سنه. بيحب الست دي وجاي وعاش معاها وكده. فكلمها على اختها، على اختها ليا، ان ياخدها ليا، انا عايزين نعمل له اقامه ونعمل له ورق، وهو حابب البلد هنا وعاوز يعيش هنا. والحمد لله. ادي ده خبر. الخبر الخامس بقى، ده كله الخبر الخامس ده بقى بفضلكم انتوا برضو. الخبر الخامس ده بفضلكم انتم،
وصلنا للمليون، وهنعمل احتفال يوم الأحد إن شاء الله، وإخواتنا المصريين كلهم